في مؤشر بسيط بس لو فهمته صح بكل بساطة ممكن ينقذك من صفقات خسرانة كتير ويخليك تدخل في فرص ذهبية أكتر. اسمه ال RSI أو ال Relative Strength Index، بس ناس كتير بتستخدمه غلط. خلينا أشرح لك في الفيديو ده إزاي تستخدمه صح وتخليه يشتغل لصالحك. أنا رانيا إسماعيل ودي الحلقة الثالثة من سلسلة تعليم التداول للمبتدئين. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أنواع التحليل، وفي الفيديو ده هنتكلم عن أول مؤشر في التحليل الفني وهو ال RSI، وهنشوف إزاي نكون بنستخدمه مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة يعني إيه RSI؟ RSI هي اختصار ل Relative Strength Index أو مؤشر القوة النسبية. بيقيس قوة الحركة الفعلية اللي موجودة حاليا، هل الأصل مبالغ في شرائه ولا مبالغ في بيعه؟ المؤشر بيشتغل على مقياس من 0 ل 100. طب ايه اهم المستويات في مؤشر ال RSI؟ اكتر من 70 ده معناه ان الاصل ممكن يكون مبالغ في شرائه وممكن نشوف ارتداد قريب. اقل من 30 ده معناه ان الاصل ممكن يكون مبالغ في بيعه او اوفر سولد وممكن نشوف ارتداد قريب والسعر يبتدي يطلع او يزيد. بس خلي بالك مش معنى كده انك تبيع على طول عند 70 وتشتري عند 30، لان ساعات كتير جدا الماركت بيفضل يتحرك في نفس المستوى لفترات طويلة، ممكن توصل لايام اسابيع او شهور. فبكل بساطة لما السعر يوصل تحت 30 او يطلع فوق 70 استخدم باقي المؤشرات التانية علشان تأكد اذا كان هيبقى فيه ارتداد او لا. طب ايه الاخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها اثناء استخدام مؤشر ال RSI؟ أول حاجة الدخول مباشرة لمجرد إن ال RSI تحت 30 أو فوق 70 بدون التأكيد من عوامل تانية. تاني حاجة نسيان التأكيد بتاع اتجاه السوق العام ومن أكتر وياخدوا confirmation من أكتر من تايم فريم مختلف علشان نفهم حركة السوق الفعلية. ممكن يبقى الاتجاه العام للسوق مثلا up trend، فعلى مستوى التايم فريم بتاع ال4 ساعات مثلا أو الساعة احنا على up trend قوي، فساعتها ممكن ال RSI يفضل في المستويات القليلة فوق 70 لفترات كبيرة جدا. تالت غلطة وهي الاعتماد عليه لوحده من غير تحليل فني إضافي أو التحليل النفسي زي ما قلنا أو التحليل الأساسي. تعالوا نشوف مع بعض تطبيق عملي لاستخدام ال RSI على الشارت بشكل حقيقي. أول حاجة هنفتح التريدنج فيو، التول اللي احنا بنستخدمها دايما كتريدرز في التحليل. هنكتب في الانديكيتورز هنا RSI. أنا بحب ال RSI ده اللي هو السايكليك سموث فيرجن 2. هتلاقوه عبارة عن خطين بيتقاطعوا مع بعض، وبرضو هتلاقوا ان هو معمول هنا خطين فاصلين في النص ال30 وال70. زي ما قلنا تحت ال30 ده معناه ان فيه تشبع بيعي وفوق ال70 معناه ان فيه تشبع شرائي. جرب تستخدم ال RSI على اكتر من تشارت في الشغل بتاعك وتستخدمه كجزء من الاستراتيجية بتاعتك، وقولي نتيجة الاستخدام ده في الكومنتات. يبقى ريكاب مع بعض سريع. ال RSI هو اختصار ل Relative Strength Index، مؤشر القوة النسبية اللي بيقيس قوة الحركة الفعلية اللي موجودة في السوق. المستويات المهمة فيه هي مستوى 30 ومستوى 70. تحت 30 معناها ان الاصل او السهم او السعر او العملة معناها ان هي ممكن يكون مبالغ في بيعها over sold. فوق 70 معناها ان هي over bought او مبالغ في شرائها. اهم حاجة مش بنستخدمه لوحده ولكن بنستخدمه كجزء من الاستراتيجية بتاعتنا، ولازم نكون بنأكد عليه من عوامل ومؤشرات تانية في التحليل الفني وكمان من التحليل الاساسي والتحليل النفسي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية من السلسلة. في الفيديو الجاي هنتكلم عن واحد من المؤشرات المهمة جدا وهو الماك دي. اما بقى لو مهتم ان انت تبدا رحلتك في التريدنج بشكل اسرع فاكتب لي مهتم في الكومنتات وهبعت لك تفاصيل الكورس بتاع التعليم التداول للمبتدئين اللي من تاني اسبوع فيه بتبتدي تكون بتطبق بشكل عملي وبتمارس التريدنج بشكل عملي.